السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. يشهد ربع نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية مواجهات ساخنة بين الفرق الثمانية التي تتنافس من أجل الوصول إلى النهائي، وتشارك في هذا الدور 5 فرق عربية من أصل 7، إذ ودع المسابقة من دور المجموعات فقط فريق الهلال الليبي والإفريقي التونسي. هذه الفرق هي اتحاد العاصمة الجزائري متصدر المجموعة الأولى وخلفه مودرن فيوتشر المصري، في حين صعد الزمالك وبوسليم الليبي عن المجموعة الثانية، وتصدر نهضة بركان المغربي المجموعة الرابعة كخامس فريق عربي في ربع النهائي. وبالإضافة إلى هذا الخماسي سيكون درامز الغاني بطل المجموعة الثالثة، وريفارز يونايتد النيجيري وصيفا، والملعب المالي وصيف المجموعة الرابعة. وأسفرت القرعة عن صدام مصري خالص بين فريقي الزمالك ومودرن فيوتشر في ربع النهائي. سيلتقي أبو سليم مع شقيقه المغربي نهضة بركان، في حين سيلتقي اتحاد العاصمة مع ريفارز يونايتد، كما يواجه الملعب المالي فريق دريمز الغاني. والجدول كالآتي: المباراة الأولى مودرن فيوتشر مع الزمالك المصري، والمباراة الثانية أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي، المباراة الثالثة ريفرز يونايتد النيجيري واتحاد العاصمة الجزائري، والمباراة الرابعة الملعب المالي ودريمز الغاني. وأعلن الاتحاد الإفريقي عن موعد إقامة مباريات ذهاب وإياب دور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقام مواجهات الذهاب يوم 31 مارس، على أن تلعب لقاءات الإياب في 7 أبريل. والفائز من ريفارز ضد اتحاد العاصمة مع الفائز من أبو سليم ضد نهضة بركان، والفائز من الملعب ضد دريمز مع الفائز من فيوتشر ضد الزمالك. بالتوفيق للفرق العربية والمصرية بالأخص الزمالك وفيوتشر.